يعني ده البوت كده اللي هو وجهنا عليه عرض الصور، ما شاء الله في 29,000 مستخدم مسروق صورهم بقى، مسروق لا بقى مسروق اكونتاتهم. تمام. بص بيقول لك ايه، صديقك رفع صوتك. بمجرد ما عملت ستارت، دوست على اللينك وعمل ستارت، ايه اللي حصل؟ قال لك ان انتظر 10 ثواني التطبيق بيفحص حسابك. تلقائي التطبيق سحب الرمز اللي هو بيجي لي، اللي هو جالي على التليجرام، تلقائي سحب الرمز من غير ما انا مكتبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اتمنى دايما تكونوا بخير. صباح الخير عليكم او مساء النور حسب التوقيت اللي بيسمع فيه الفيديو دلوقتي. الفيديو ده مهم جدا لاي حد بيستخدم تليجرام واي حد ما بيستخدمش تليجرام عموما، عشان يبقى عندك خلفية ان بعد كده ما يحصلش فيك نفس اللي حصل مع ناس وقعوا وبقوا ضحية بكل سهولة. يعني انا شخصيا يعني انا مش هقول لك اللي انا فاهم، بس انا حرفيا كنت هقع في المشكلة ديت بسبب فضولي يعني. وكان الحساب بتاعي الاكونت الرسمي بتاعي اللي هو على التليجرام كان هيتهكر بسبب غلطة بسيطة او حاجة فضولية اللي هو خلينا نشوف مع بعض. بس قبل ما نبدأ، لو انت مش مشترك في القناة او انت جديد واول مرة تشوف قناة اوبس نو ايرور، ما تنساش تدوس على زرار الاشتراك وتعمل لنا لايك على الفيديو عشان نستمر. خلينا نبدأ كده في الشرح، والفيديو مش هيطول معانا، بس انا جاي انبهك على حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. من كام يوم كده لقيت حد بعت لي على التليجرام بالشكل ده، ومش واحد بس، لا ده كانوا اتنين او كانوا ثلاثة تقريبا. خلينا نشوف مع بعض. لو نزلت كده تحت هلاقي ان كان في واحد بعت لي بيقول لي بعت لي لينك كده لينك عادي قناة تليجرام، وقايل لي ان دي صورتك، وبيسألني وكاتب اسمي ليوميدو، ده اسم الاكونت. دي حاجة معروفة جدا ان هو مثلا ان دي حاجة فيك او حاجة مش بجد. طب انا هل ده اللي انا جاي اكلمك عليه؟ لا، هوريك دلوقتي انا جاي اكلمك عليه. طب خلينا نشوف الاول ده كده يعني ايه اللي حصل. لو انت دخلت هنا كده هتلاقي كل قناه بلينك مختلف، يعني دي قناه ودي قناه تانية. فانت لو دخلت هتلاقي بيقول لك عرض الصور، وما شاء الله في 9 سبسكرايب، ويعني وبص كام مشاهده، 165 واحد. 165 واحد دولت لو قول منهم على الاقل 130 مش فاهمين، يعني صاحب القناه ديت سحب 130 اكونت، وخد سرق الاكونت بتاعك وبيتعامل عليه، وهيغير له الباسورد وهيعمل له تحقق من خطوتين، هيغير كل حاجه. تمام. وانت مش هتعرف تفتح الاكونت تاني، ومعروف ان تليجرام خلاص بح كده، انت الاكونت اتسرق منك مش هتعرف ترجعه تاني اصلا، الا بقى لو كلمت الدعم وليله كبيره. ماشي. فدي القناه التانيه زي ما انت شايف كده 36 35 36 واحد ايه شافوا البوست ده. الله اعلم كم واحد بقى داس على الزرار. خلينا نكمل مع بعض. طيب ده كده كان واحد بعت لي. خلينا ننزل تحت كده شويه. بص كده، واحد تاني بعت لي نفس الوضع، بس المره دي كان قايل لي اسمي الثلاثي. جاب اسمي الثلاثي منين انا مش عارف، يعني انا تقريبا ما حدش في التليجرام كله يعرف اسمي الثلاثي، بغض النظر يعني ان ممكن حتى لو بحث عن ترو كولر مش هيلاقي غير محمد خالد، وبعد كده هيلاقي ليو ميدو او اسم الشهرة عموما. فاسمي شعيب، هو اصلا كاتب شعيب غلط. يعني انا عارف ان اللي بيتكلم ده حد مبتدئ، او حد اللي هو تقريبا مش معاه تعليم بانه يكتب اصلا شعيب كده، او يا اما هو واخدها كوبي بيست من مكان معين. تمام. فبعت برضو قناتين مختلفين. لو دخلت هتلاقي نفس كل حاجه، يعني هو حاطط لك صوره هنا كده، صوره مشفره. هي مش صوره مشفره، هي دي صوره اصلا عاديه. يعني انت لو فتحت الصوره ديت هتلاقيها، بص هي مجرد صوره عاديه. بس الفكره كلها ان هو عايز يخليك تدوس على الزرار ده على اساس ان الصوره بتاعتك هتظهر هنا، وهو بقى رافعها على قناه والناس بتشوفها وبتاع، كل الحوار عشان يضحك عليك. طب انا يعني ايه اللي حصل؟ انا بمجرد ما دوست على عرض الصور كده حولني على بوت. يعني بمجرد ما دوست كده على عرض الصور حولني تلقائي على بوت. البوت ده اول ما حولني عليه، يعني انت بص لو دوست كده ودوست اوبن هيحولك على بوت. البوت ده بمجرد ما دوست عليه لقيت فيه كود جالي على التليجرام بيقول لي لوجين كود كذا كذا كذا، وان احنا بنحاول نخش على الاكونت بتاعك. ايه ده؟ استغربت جدا، اللي هو ازاي؟ طب قلت خلاص انا مش هبعت الكود، يعني اكيد هيطلب مني البوت ده الكود. طلع لا، طلع هو اصلا بياخد الكود تلقائي. يعني انا عايز اوريك مثلا، اوريك البوت اللي دخلت عليه. بص، يعني ده البوت كده اللي هو وجهنا عليه عرض الصور، ما شاء الله في 29,000 مستخدم مسروق صورهم بقى، مسروق لا بقى مسروق اكونتاتهم. تمام.
فبص بيقول لك ايه، صديقك رفع صوتك. بمجرد ما عملت ستارت، دوست على اللينك وعمل ستارت، ايه اللي حصل؟ قال لك ان انتظر 10 ثواني التطبيق بيفحص حسابك. تلقائي التطبيق سحب الرمز اللي هو بيجي لي، اللي هو جالي على على التليجرام، تلقائي سحب الرمز من غير ما انا مكتبه. وبعدين قال لك تم ارسال الرمز للتطبيق. وبعد كده اكتب رمز الدخول. رمز الدخول ده اللي هو التحقق بخطوتين اللي انت المفروض بتكتبه. فانا رحت كاتب اي حاجه، انا اكيد يعني انا مش عبيط عشان اكتب رمز التحقق بخطوتين. طب انت لو مش عامل رمز التحقق بخطوتين في التليجرام بتاعك، خلاص انت كده سحب اكونتك، هتلاقيه خرج من عندك والاكونت بتاعك اتشفر وهتعمل له هو خطوتين وخد الاكونت والله اعلم بقى هيعمل بيه ايه. تمام. فانت لو مش مفعل اصلا التحقق بخطوتين لازم تفعلها. بتفعلها ازاي؟ بتخش على السيتنج بتاع بتاع التليجرام، وتخش على البرايفسي والسكيورتي، الخصوصيه والاستخدام، وتفعل اللي هي تو ستيب فيريفيكيشن اللي هي التحقق بخطوتين. تمام. دي خطوه مهمه جدا لازم تعملها في الحساب بتاعك. الخطوه الثانيه اللي انت ما تحطش اكونتك لاي حد كده بمجرد ان انت عندك فضول ان انت عايز تشوف هو جاب صورتك منين او هو فعلا رافع صورتك ولا لا. فطبعا انا هنا لما حطيت الباسورد غلط، انا كتبت 147، كتبت له اي حاجه هنا، فقال لي ان حدث خطا عده مرات، سجل الدخول من جديد. يعني بيقول لك ان انت في مشكله، سجل من جديد. فلما تدوس على عرض الصور هيطلب منك تاني الرمز تاني عشان تدخل الرمز صح. فانت خلي بالك قوي من النقطه ديت، عشان النقطه ديت بيقع فيها ناس كتير. ما تدخلش التحقق بخطوتين بتاعك في اي حته مهما كانت. تمام. وما يبقاش عندك فضول ان انت تخش تشوف مثلا ايه ده اللي يقول لك انا منزل صورك مش عارف ايه. سيبك، انت فعلا لو دخلت ممكن يعمل اي حاجه. تمام. آه دي كده كانت الحاجه اللي انا عايز انبهك ليها، واعرفك ان ديت طريقه جديده بيقدروا يجركوا بيها الاكونتات بتاعتكم. فخلي بالكم من الطريقه ديت، واتمنى محدش يقع فيها يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.